يقول شاعر من شجاعة عنتره، بحكي لكم قصة حزينة لا تزال. طعن القفا شفناه ماسك خنجره، والقال ذي فاعل على القمة حلال. الوقت هذا ما عطانا ننظره، ونشاهده بالعين ما هو بالمثال. يا صاحبي من جاك اوبه تهطره، ولا تذله في مجالس للرجال. شوف طبع كم من قيد ما جاء سطره، وطرحه تاريخ يكتب بالطوال. لأن الجروح ان جات يمكن تقهره، وتخيب ظنه يوم ظنه فيك عال. الجرح ذي من نذل ما حد يشهره، اما جروح الكفو هي طعن النصال. صاحبي قدرني انا بقدره، وبلقيه انا عالراس شالي والعقال. اما الذي شايل براسه كبيره، اقسم قسم ما قدره غير النعال. بعض العرب لو زاد فينا منكره، وهو رجل وافي مكمل بالخصال، يستاهل ان يشل قدره وظهره، وارسم انا اسمه على رؤوس الجبال. يا دي تشلون الوفا بالمظهره، ولا عطيته قدر ذي وفى الرجال. واعطى وفا واستقبله وتعطره، ولا عطى للي يزفون الريال. هو دي رجل وافي وبيده مقدره، وهو دي على الاحمال شيال الثقال. الله اكبر الله اكبر، هو وكيلي مكبره، وهو حسيبي في زمن عايب وذال. وتحمده وتشكره واستغفره في كل يوم وكل ساعة بابتهال. واختم صلاتي عن النبي متعطره بالفل والكادي، مع أجمل دوال وسلامة.